راح أختصر اللي حصل في المباراة بجملتين: فلسطين ضحت بشهدائها، ومصر ضحت بكأس العالم لأجل كلمة الحق. هو الحقيقة إن إحنا فرحانين برجالتنا جدا، فرحانين باللعيبة بتاعتنا جدا، بس إحنا ما خسرناش، إحنا اتظلمنا، وده أسوأ بكتير. يعني يا ريتنا خسرنا. الظلم أصعب بكتير، بس الظلم بطعم المكسب، عشان لما بتبقى اتظلمت عشان كلمة الحق ربنا بيهونها عليك، ما بتحسش بمرارة الظلم، وفي نفس الوقت حقك جاي جاي. يعني ما تفتكرش ان اللي ظلمك ده هيجري يعني مش هتعرف تجيبه، خلاص كده حقك راح. لا، حقك راجع، وما كانش النهاردة يبقى بكرة، وما كانش في الدنيا يبقى ده من حظنا الحلو، عشان عوض ربنا أحلى بكتير. احنا كنا قريبين، كنا قريبين أوي يا كابتن حسام. احنا كنا قريبين قوي. ده احنا كنا قريبين قوي. احنا كنا قريبين قوي. احنا كنا قريبين قوي. وانت مش رفعت العالم يا كابتن؟ طيب لازم يوقعوا لك الريتش. اسألني انا، اقول كلمة الحق من هنا الاقي الناس ابتدت تسألني انت فين، بقالنا مدة مش بنشوفك من هنا. اللي حصل ده بيقول حاجات كتير قوي، بيقول قد ايه النجمة الزرقاء دي مسيطرة اكتر من اللازم، مسيطرة على كل حاجة. والرياضة اخلاق في الاول وفي الاخر، لو ما فيهاش اخلاق بناقصها، مش عايزينها. وبيقول ان في ناس كتير قوي بتحب مصر، بس بيقول برضو ان في ناس كتير اقل يعني بتكره مصر. والناس اللي بتكره مصر دي لا حول ولا قوة الا بالله، في منهم جنسيات عربية. وشوف، انا مش هقول اسمائكم، تمام؟ احنا مقدرين ان انتوا ناس يعني لا حول ولا قوة الا بالله، ما عندهاش بلد اصلا، مش ما عندهاش منتخب. يعني انتوا ما بتلعبوش في بطولة المدارس، مش عارف يتعلقوا ليه علينا بتعلقوا على مصر وهي بتلعب في كأس العالم. فانت الله يرضى عليك، كفاية عليك اللي انت فيه، مش هبقى انا والزمن عليك، مش هرد عليك، فاهم؟ انما انا حابب ارد على المصريين المسيحيين اللي هو متآمر وهبل. انت بتعترف على نفسك، هو انت بتشجع ميسي عشان مسيحي؟ طب ومصر؟ طب افرض اسبانيا مثلا جت احتلت مصر، هتبقى مع اسبانيا عشان مسيحيين؟ الحقيقة ان في ناس مسيحيين محترمين جدا جدا، بيحبوا بلدهم وبيحبوا دينهم، ودول اللي غالبا تلاقيهم في كنايسهم بينزلوا خدمات، وبيحبوا الخير لكل الناس، ما عندهمش مشاكل مع حد. وفي الأم ماجي خرام ومن على شاكلتها، أهي قلت لك مش عارف خر منتخب الساجدين عند أقدام الصليب وخزعبلات كده. هو انت الإسلام عامل لك هس في دماغك، ده واضح مش محتاج شرح يعني، تمام؟ وانا بيك فان حضرتك، بجد بتضحكيني اكتر من توم اند جيري. انا لولا ان انا مستعيب يعني مش فاهم ان انا اعمل لك فولو كنت عملت، لان بجد حضرتك بتضحكيني اكتر من توم اند جيري يعني. بس انا بدخل على طول صفحتك اشوف ايه الجديد وكده يعني. بيك فان بصراحة، حضرتك يعني كوميدية جدا. ف بص يا بنت الحلال، انت انا لما بتنكش انا في النكش ما اقولكش، وانتوا بتنكشوني. الصليب يا مدام ده رمز للتعذيب مش للفخر. الصليب أصبح رمز للفخر بالنسبة لك يعني بعد ما السيد المسيح عليه السلام وضع عليه، تمام؟ ده في اعتقادك يعني. إنما هو السيد المسيح طبعا أكرم على الله من العبط بتاعكم ده. فأنت المفروض إلهك وضع على الصليب. الصليب ده يا مدام أداة للتعذيب. يعني أنا مثلا إيه الحالات اللي ممكن أوضع فيها على الصليب؟ إيه؟ إن حد مثلا خطفني فبيعذبني، أو إن أنا مثلا ارتكبت حد من حدود الله فخليفة المسلمين هيجي يقيم عليا شرع ربنا فهيصلبني وهتجلد، تمام؟ أو إن الحكومة بقى تطبق عليا القانون. ففي كل الأحوال، تمام، في حد أقوى مني هو اللي وضعني على الصليب.
سواء اللي خاطفني، سواء خليفة المسلمين، سواء الحكومة، فأنا في حد أقوى مني وضعني على الصليب. صح، هو الصليب أداة للتعذيب. محدش يعني بيحطوه على الصليب يومين كده تكريم له على مجمل أعماله فبيروحوا صلبينه يومين. الصليب أداة للتعذيب، وعشان حضرتك حد يعذبك ففي حد أقوى منك بقى بيحطك على الصليب عشان يعذبك. صح؟ الأقوى من حضرتك، الأقوى من إله حضرتك، اللي حط إله حضرتك على الصليب عشان يعذبه، مين؟ مين بقى؟ مش المسلمين. أصل دي مش هتعرفوا تلبسوها للمسلمين، دي الوحيدة اللي مش هتعرفوا تلبسوها للمسلمين. دي 600 سنة قبل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولد. مش هينفع حضرتك تطلعي لي بقصة وهمية كده تقولي لي أصل مش عارف عمرو بن العاص كان بعت حد من جنوده هو اللي وشب مكان المسيح، هو اللي قال لهم مكانه فيه. مش هينفع، معلش لا مؤاخذة. كان في ساعتها مسيحيين ومين انا عايز نفسي اسمعها من بقك، ويهود. اليهود دول بقى اللي كانوا رافعين علم مين؟ الارجنتين، اللي فيها مين؟ ايوه ميسي. يعني حضرتك كنت بتشجعي اللي صلبوا الهك عشان تعرفي بس انك مرة هبلة ومسكوها طبلة، وبعدين انت مدورة شوية نسوان كسر كده، مش عارف ادمن ندى وادمن سارة وادمن هباب، دايرين عمالين يقولوا ايه بقى؟ هو ليه مفيش رئيس جمهورية مسيحي؟ هو ليه مفيش رئيس وزراء مسيحي؟ هو ليه مفيش ولا لاعب في مش عارف ايه مسيحي؟ تعالي، لا مؤاخذة يعني، هو انت كنت عمرك سمعتي عن رئيس لأمريكا مسلم؟ عمرك سمعتي عن ملك أسبانيا مسلم؟ عمرك سمعتي عن رئيس وزراء روسيا مسلم؟ عمرك سمعتي عن وزير دفاع بلجيكا مسلم؟ طب بلاش، عمرك سمعتي عن ملك الكويت مسيحي؟ عمرك سمعتي عن أمير البحرين مسيحي؟ ولي عهد الأردن مسيحي؟ عمرك سمعتي عن ملك البحرين مسيحي؟ اشمعنى مصر يعني هي اللي عامله لكم هس في دماغكم؟ انا مش فاهم، ما ترحموا مصر بقى. هي مصر ناقص، انتوا في امان. انت يا مسيحي يا مصري انت في امان عشان انت في مصر. سيبك من العيال الكسر اللي واخده لي لجوء سياسي ولجوء جنسي ولجوء هباب على دماغهم. اوعى تفكر انك لما تطلع من مصر تروح بلد تانية. انا اتغربت قبل كده قبلك سنين، تمام؟ اوعى تكون مفكر نفسك ان انت لما تروح تعيش في بلد تانية دي هتبقى مواطن زيهم ولا درجة اولى. انت هتفضل درجة تانية برضه، وهتبقى درجة تانية لما تبقى درجة تانية في بلدك على الاقل اكرم لك. احنا مبروك علينا، احنا كسبنا نفسنا وكسبنا احترام العالم كله. انما الناس اللي ظلمتنا دي والله حتى الاطفال ما بتحترمكوش. اخر حاجة عايز اقولها بس، واسف لو طولت عليكم، وانا عارف ان في ناس كتير ممكن ما توافقنيش في الكلام اللي انا بقوله ده، بس في ناس كتير هتوافقني. فباسمي وبالنيابة عن الناس دي، لو احنا خسرنا كاس العالم عشان خاطر فلسطين ففداك يا طهرة، ولا يهمك، ارض العزة والكرامة فداها 1000 كاس عالم، مش كاس عالم واحد بس. فده ترابك يا فلسطين.